وننتقل إلى شاعرنا الجميل الشاعر صالح الشمري من أرض الرافدين بلاد الحضارة وعبق التاريخ. شاعر يكتب الشعر منذ فترة طويلة، أقيمت له العديد من الأمسيات في العراق وخارج العراق، وشارك في برنامج سمار ونشرت له العديد من القصائد، وعلاقته مع الشعر وضيدة. نرحب بشاعرنا العزيز، تفضل. رحمك الله. الله يحييك. شاعرنا واستاذنا فارس الثابتي، امسي بالخير على الجميع. امسي بالخير على جميع الموجودين. ما يشتغل. امسي بالخير على الجميع، وحضور صراحة يثلج الصدر ويدفع الشاعر إلى أنه يقدم أجمل ما تجود به قريحته. وفي البداية نشكر الشيخ والدكتور الشيخ سلطان على دعمه وعطائه المستمر، ويعتبر أو حنا نعتبره الأب الروحي للشعر والشعراء. ونشكر مجلس الحيرة الأدبي بكل كوادره، وعلى رأسهم الأستاذ أبو محمد الله يحفظه. يقول صالح، يقول: سر يا قلم واكتب تماثيل والحان، وابدع تفنن في حروف القصيده، دام انها تكتب على ذرب الايمان هات المعاني المتروفات الفريده. دام انها تكتب على ذرب الايمان هات المعاني المتروفات الفريده. سلطان ما كل العرب مثل سلطان شيخ الجزاله والعلوم الوكيده. سلطان ما كل العرب مثل سلطان شيخ الجزاله والعلوم الوكيده. حاز المعرفه والشجاعه والايمان والراي والحكمه وامور عديده. من جا وزار الشارقه شاف بنيان به ذكريات من العصور التليده. من جا وزار الشارقه شاف بنيان به ذكريات من العصور التليده. هيئه مساجد كلها يا اهل الشان لا شافها الشاعر بيفتي النشيده. دار لقى به كل شاعر وفنان كثر الرحابه والصفات الحميده. دار لقى به كل شاعر وفنان كثر الرحابه والصفات الحميده. صارت محط انظار لكل الاوطان بفضل الشجاع اللي عسى عاش تيده. عنده علوم انساب واوطان وديان ما تنحصى بكتاب ولا جريده. وزود على ذا الجمالات عنوان تاريخ قديمه يعانق جديده. يرعاه من هو خالق الانس والجان اللي تكفل في معيشه عبيده وسلامه. صح الله بذلك، صح الله بذلك. شاعرنا الجميل الشاعر عبد الله الشامسي.